شارع المعز وحكايته وتفاصيله الجميلة. العواف عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ترانزيت. طيارتنا النهاردة يا قريبي هتنزل سنة 969 ميلادية، تحديدا في عصر الدولة الفاطمية. عايزك تشد الرحال وتربط الأحزمة لكي نسافر في هذه الرحلة الممتعة سويا. سنة 969 جيش الدولة الفاطمية بقيادة جوهر الصقلي يجي علشان يفتح مصر من غير نقطة دم واحدة، وكان نيتهم وغرضهم الأساسي من فتح مصر هو بناء عاصمة ليهم تكون مقر للحكم الفاطمي، وساعتها قالوا نسميها القاهرة علشان تقهر الأعداء. ومن هنا يا قريبي اتولدت القاهرة، مش كمدينة وخلاص ولكن كعاصمة للدولة الفاطمية. العصر الفاطمي يا قريبي كان عصر فخم، كان مليان قوة، وفي نفس الوقت كان مليان علم وفن وعمارة. الدولة الفاطمية يا قريبي هم أصلهم شيعة إسماعيلية، وكان طابع الدين والثقافة يا قريبي في هذه الدولة مختلف عن اللي قبله. بنوا المساجد والسبل والقصور، وكان عندهم نظام إداري قوي. ومن ضمن التحف المعمارية اللي بنوها في الزمن ده وهو شارع المعز، وهو موضوع حلقتنا النهاردة. شارع المعز يا قريبي اللي التاريخ بيمشي فيه. في شوارع كده يا قريبي تمشي فيها عادي جدا، وفي شوارع تاني زي شارع المعز تكون انت ماشي والتاريخ ماشي جنبك. شارع المعز اللي كان زمان اسمه شارع القصر الكبير الشرقي لأنه كان جنب قصور الخلفاء الفاطميين. وشارع المعز يا قريبي مش بس شارع قديم، ده كتاب تاريخ مفتوح، وكل مبنى فيه صفحة، وكل قبة أو مأذنة فيها سطر من اللي حصل في الزمن اللي فات. يعني مثلا يا قريبي تمشي شوية تلاقي جامع حاكم بأمر الله، تمشي كمان شوية تلاقي سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدة، السبيل اللي كان معمول علشان الناس تشرب منه، والكتاب علشان الأطفال تتعلم فيه قراءة القرآن الكريم. وعندك كمان يا قريبي بيت السحيمي، وهو أقدم بيت من العصر العثماني. وعندك مدرسة الناصر محمد بن قلاوون، واحد من أهم سلاطين المماليك. الميزة يا قريبي كمان في شارع المعز إنه شارع بيتلاقى فيه الماضي مع الحاضر. يعني عندك مثلا في رمضان دلوقتي الشارع بيتحول لحكاية تانية خالص، فوانيس من كل شكل ولون، زينة من أول الشارع لآخره، مدفع رمضان هو وبيضرب، والناس بتضحك وتتصور وتتسحر. فاللي عايز أقوله إن بلدنا جميلة وتاريخها وحضارتها أجمل. بس يا قريبي وبكده يكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنساناش في اللايك والشير والكلام الجميل ده. سلام.